في سقف فوق راسك دلوقتي، مش سقف البيت، سقف لحياتك، الحد اللي بتقول لنفسك أنا مش هاقدر أعدّيه. المشكلة إنك مش أنت اللي بنيته، السقف ده ورثته زي ما بتورث لون عينك، من غير ما تختار ومن غير ما تراجع. والنهارده هنعمل حاجة ناس قليلة بتعملها، هنقف قدام السقف ده ونسأل مين اللي بناه أصلًا؟ خلّيني أحكي لك عن واحدة هنسميها رانيا. رانيا شاطرة وشغالة وعندها فكرة المشروع جواها من سنين. كل ما تقرب تبدأ صوت جواها بيقول الناس اللي زينا ما بتعملش كده، اتوظفي واشتغلي شغلانة مضمونة، خدي مرتبك آخر الشهر وبلاش مغامرة. الصوت ده مش صوتها هي، ده صوت اتربت عليه. أبوها قال لها الكلام ده وأبوها سمعه من أبوه، وكل واحد فيهم كان فعلا بيحب اللي بعده وبيخاف عليه. ركز معايا في النقطة دي عشان مهمة. السقف اللي عند رانيا ما اتبناش عن كره، اتبنى عن حب. ناس خافت عليها فبنت لها حيطة، بس الحب لما بيتحول لخوف بيستخبى جواك وبيتحول لسقف. ورانيا عمرها ما وقفت تسأل نفسها هو أنا مقتنع بالكلام ده ولا أنا بس ورثته وعمري ما رجعته. والقرآن وصف الحالة دي بالظبط من 1400 سنة. ربنا بيقول في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني إحنا هنمشي على اللي لقينا آبائنا عليه. الآية مش بتتكلم عن العقيدة بس، دي بتكشف نمط في النفس البشرية، إن الإنسان بيتمسك باللي ورثه من غير ما يفكر فيه. ليه دماغنا بيقبل السقف المستعار ده بسهولة؟ الكاتب روبرت جرين في كتابه The Laws of Human Nature بيشرح حاجة اسمها قانون المسايرة The Law of Conformity، وخلاصته إن جواك شخصية تانية، شخصية اجتماعية بتطلع من غير ما تحس. أول ما تبقى وسط مجموعة، في وسط المجموعة إحنا بنقلد اللي حوالينا وبنتبنى أفكارهم ومعتقداتهم، والأخطر إن مشاعرهم بتتنقل لنا وعلى راسها الخوف والقلق. جرين بيقول جملة بسيطة وعميقة: When people are free to do as they please, they usually imitate each other. يعني الناس حتى لما تبقى حرة بتفضل تقلد بعضها. شوف بقى معايا الفخ ده، انت ورثت سقف من بيئة معينة، وبعدين عشت طول عمرك وسط نفس الناس اللي عايشة تحت نفس السقف. فايه اللي بيحصل؟ السقف بيتأكد كل يوم، مش لأنه حقيقي، لكن لأنك محاط بناس بتسايروا زيك وبتتنقل لك مشاعرهم وخوفهم. جرين بيسمي ده الجذب لأسفل، أو بيشدك لتحت. اللي بتعمله المجموعة إنها بتشدك لمستوى الكل وبتفقدك إحساسك إنك ممكن تكون مختلف. وهنا بيجي الجزء الأهم. السقف ده مع الوقت بيتحول من رأي الجماعة عن العالم لرأيك أنت عن نفسك، وبيتحول لهوية. بتبدأ تقول أنا شخص عادي، أنا مش من النوع ده، أنا أصلا مش بتاع المخاطرة. ودي مش حقيقة عنك، دي مسيرة تحولت لهوية. صوت الجماعة كبر جواك لحد ما بقيت فاكره صوتك أنت. طيب نعمل إيه عمليا؟ هنعمل أوديت للسقف. 3 أسئلة اكتب إجاباتهم، ما تجاوبش في دماغك بس. أول سؤال: إيه أكبر أنا مش هقدر عندك دلوقتي؟ حطها قدامك. تاني سؤال وده المفتاح: مين أول واحد قالك الكلام ده؟ غالبا هتكتشف إنها مش فكرتك أنت، ده صوت ناس تانية بتكرره. تالت سؤال: هل عندي دليل حقيقي على السقف ده ولا أنا بس ورثته وسيرته؟ في فرق ضخم بين حد جرب وفشل وحد اتقال له ما تجربش فما جربش. السقف اللي تقدر تسميه تقدر تكسره، اللي بيفضل مسيطر عليك هو السقف اللي انت مش واخد بالك منه اصلا. افتكر، انت مش محدود بقدراتك، انت محدود بسقف المجموعة اللي حواليك بنيته بحبها وخوفها. انت سيرته من غير ما تراجعه. وظيفتك مش انك تلوم اللي بناه، وظيفتك انك تراجعه وتقرر انت عايز تعيش تحت انهي سقف. دلوقتي عايز منك حاجة واحدة في الكومنتات، اكتب لي أنا مش هقدر، واحدة ورثتها وعمرك ما رجعتها. أول ما تكتب قدام الناس هتبص لها بعين تانية، وده أول حجر بيقع من السقف.